درجات الحرارة كل سنة على كوكب الأرض الجميل، وبالتالي بيغير شكل وطبيعة المناخ في أماكن مختلفة من العالم. المهم يا سيدي إن الجفاف اللي حاصل في الغابات دي تحديدا نتيجة عدم وجود أمطار في ميعادها المعتاد زي ما وضحنا، خلى النباتات وأوراق الأشجار تجف تماما وما يكونش فيها أي نسبة بخار مية على الإطلاق. وبخار المية في النباتات دي أو في أوراق الأشجار دوره هنا إن هو يقاوم اي حرائق ممكن تحصل او تكون محتمله بسبب الرياح الجافه دي واللي جايه بسرعه 150 كيلو متر في الساعه. وفعلا الغابات دي بسبب الجفاف لمده 3 شهور اتحولت كده لكتل من الحطب الجاف والاوراق الجافه اللي اشتعلت بسرعه البرق عشان توصل لذروتها في يوم الاربعاء والخميس 8/1 و9/1 2025 وتتسبب بوفاه 5 اشخاص واصدار اوامر اخلاء لاكثر من 130 الف شخص في المنطقه دي، وتدمر اكثر من 2300 مبنى بشكل كامل لحد دلوقتي. وكمان الحرائق توصل لمنطقه مقدار مساحتها اكتر من 16,000 فدان وده لحد اللحظه دي برضه. وحجم الخسائر المقدره هناك عن الاضرار اللي حصلت بسبب الحرائق دي بتوصل ل 57 مليار دولار، وده طبعا ولسه الحرائق ما خلصتش لحد دلوقتي. وده يعتبر الاضخم في تاريخ الولايه بسبب حرائق الغابات واللي تعرضت لحريق مماثل في سنه 2018 تحت مسمى كامب فاير. ولكن الخسائر الماديه نتيجه حريق كامب فاير واللي كان كبير جدا برضه وصلت ل 30 مليار دولار بس، يعني تقريبا نص القيمه اللي وصلنا لها دلوقتي من الخسائر. وبرغم ان الولايه دفعت بامكانيات مهوله من رجال الاطفاء، يعني بنتكلم تقريبا في اكتر من 7500 راجل اطفاء و1162 عربيه مطافي او عربيه اطفاء و26 ناقله مياه او ووتر تانكرز بتشيل الاف اللترات من الميه واللي بتساعد في اوقات زي دي. وزود عندك كمان 6 طيارات اطفاء جوي كانوا مخصصين تحديدا للموضوع ده بس، وضيف عليهم كمان 31 طياره هليكوبتر كانت بتساعد باي شكل من الاشكال ان هي تطفي الحرائق دي او تنقذ الاشخاص المتضررين او العالقين في الحرائق دي. الا ان كل الامكانيات الجباره